أهلا وسهلا بكم في القناة. اليوم حبيت نحكي لكم على خبر انتشر بسرعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول أن المنحة الجزافية ستصبح 25 ألف دينار جزائري. لكن هل هذا الخبر صحيح فعلا؟ مع العلم أن هناك تفاعل كبير جدا من الناس على الفيسبوك والتيك توك ومطالبات كثيرة برفع قيمة المنحة، وهذا التفاعل الكبير أراه في حد ذاته أمر إيجابي، لأنه يبين أن المواطنين يتكلمون ويطالبون بحقوقهم ويحاولون إيصال صوتهم إلى حد ما إلى المسؤولين في الجزائر. لكن لا يوجد أي بيان رسمي من وزارة التضامن الوطني يؤكد أن هذه الزيادة إلى الآن، يعني رغم كثرة الحديث والمطالبات ما كاين حتى قرار رسمي حاليا. لذلك لازم نكون حذرين قبل ما نصدقوا أو نشاركوا أي خبر، لأن الإشاعات تنتشر بسرعة كبيرة، والأفضل دائما هو الرجوع إلى الصفحات الرسمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وفي الأخير أي خبر صحيح يتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح من الجهات المختصة، وليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي. ابقوا معي وباش نوصلكم الأخبار الصحيحة من المصادر الموثوقة. وفي الأخير نقولكم شاركوني رأيكم حول الأسباب انتشار هذا الخبر، وهل تشوفوا أنه السلطات في الجزائر المعنية بالمنحة راح تلبي هذا الطلب، وأذكركم شاركين انتم في حملة المطالبة بزيادة المنحة الجزافية. ايضا قولوا لي وش رايكم في قيمة المنحة الجزافية، اسكو تكفي ولا ما تكفيش؟ اسكو هذه مليون ومئتين تكفي حاجيات شاب او شابة من ذوي الهمم؟ وفي الاخير نقول لكم تهلاو لي في روحكم، ربي يحفظكم.